السلام عليكم مكشخين، مرحبا بكم الناس الكل. اليوم يعني في موعد جديد. حبينا نسلط الضوء على عمالقة القارة، على أفضل فريقين في القارة الإفريقية اللي هما النادي الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي. يعني التسميات اللي تسميت على الفريقين العريقين العملاقين، فريق القرن النادي الأهلي هو فريق القرن بدون منازع في القارة الإفريقية، والترجي الرياضي التونسي هو غول إفريقيا. وهذه التسمية يعني لم يتم تسميتها من قبل جماهير الترجي الرياضي التونسي أو من قبل الصحافة التونسية، بل جاءت على لسان الصحافة الفرنسية في ذلك الوقت ومجلة جون أفريك أيام الماضي، أيام التسعينات، لما كان الترجي متألق. يعني سماه ترجي غول إفريقيا، فاز بكل الألقاب الممكنة في ذلك الوقت. بالنسبة للأهلي المصري بصراحة حدث ولا حرج، فريق كبير بأتم معنى الكلمة وتاريخه يشهد عليه. يعني أحمد اليوم باش يسلط لنا الضوء على بعض الأرقام القياسية اللي ينفردوا بها الفريقين، ونحبوا يعني يعطينا يعني فكرة عامة باش نفهموا أنه الفريقين هذوما يعني في النهائيات، يعني في آخر 10 سنوات، يعني مش من عبث. تفضل أحمد. السلام عليكم الناس الكل. اكيد يعني مش من فراغ انه الفريقين، فريق يلقب بنادي القرن وفريق يلقب بغول افريقيا. يعني النادي الاهلي المصري اكثر نادي تتويجا برابطه الابطال الافريقيه ب 11 لقب. الترجي اكثر فريق حقق انتصارات خارج ارضيه ميدانه في رابطه الابطال الافريقيه. النادي الاهلي المصري اكثر فريق وصل للنهائيات ب 17 نهائي، وبعده الترجي ب9 نهائيات. الترجي الرياضي التونسي اكثر فريق حقق نقاط ممكنه في دوري المجموعات في رابطه الابطال. يعني ناديين عملاقين بالحق. يعني الكره معناها نهائي من غير ترجي والا الاهلي يكون نهائي بدون طعم. يعني ما فماش فرجه، ما فماش شو كبير، ما نشوفوش هاله اعلاميه كبرى. يعني كسوسوا من الجانب التونسي ولا من الجانب المصري. ان شاء الله يكون نهائي معناها في حجم الفريقين. صحيح، نشوفوا يعني الترجي التونسي شفنا أكثر من نهائي سابق بين الأهلي وفرق أخرى أو الترجي وفرق من بلدان مجاورة مثل الوداد أو فرق أخرى، لكن بصراحة إعلاميا تسويقيا يعني كل شيء جماهيريا، المباراة النهائية لما تكون بين الترجي والأهلي يكون لها طعم خاص بصراحة. يعني فريقين عملاقين بصراحة بأتم معنى الكلمة، وتحية كبيرة للجماهير الأهلاوية، وتحية خاصة من أعماق الجمهور الترجي الرياضي التونسي الكبير اللي تستناه. يعني إن شاء الله مباراة كبيرة برشا يوم السبت القادم، وإن شاء الله زينة يا رب. ان شاء الله مربوحه باذن الله، ترجي وربي الأول. يوفقنا ان شاء الله. ترجي الاولى.